مساء الخير يا بنات، معاكم منوعات ماما مها. بصوا بقى، دي تفريزات الفراخ بعد ما غسلناها ونقعناها، ووريكم ازاي نقع، ووريكم ازاي لما غسلتها كده انا قطعتها. بصوا كده طلعت ادي وركين اهو، وادي وركين دول انا مفتحهم كده عشان هعملهم بخلطه كده صينيه. ودول برضو وركين ومعاهم جناحات ومش عارفه ايه، دول برضو ممكن يتعملوا كنتاكي. البانيه دون حوالي 3 فرخات مطلعين لي ستريبس وبانيه وشاورما. دول بتوع 16 قطعة، ودي حبة الشاورما اللي طلعوا و16 قطعة ستريبس. ودول بقى الأجنحة والهياكل وكده، دول قوانص، وعندي جوه تاني ودي الباقي. دول كده ممكن تفرزي ايه بقى، هقولك تفرزي البانيه، تفرزي الستريبس، تفرزي الشاورما ممكن تستعمليها في جلاش، في سمبوسك، في مكرونه بشاميل هتبقى حلوه برضو مع مكرونه بالوايت صوص زي ما انت عاوزه. البانيه ممكن تعمليه مشوي، ممكن تعمليه مقلي، آه بس او تعمليه بخلطه كده زعتر وزيت زيتون، هتبقى حلوه جدا. ودول هيتعملوا كنتاكي طبعا، انا كنت عامله طريقه الكنتاكي. الفراخ دي مفتحه تتعمل صينيه اهي كده، فراخ ما شاء الله. ودي بقى شويه رياكل ممكن تعملوا صينيه مع الاجنحه والكلام ده. وده الستريبس، وعندي جوه تاني ايه من الفراخ اللي قبل كده. ده كان الفيديو بتاعنا يا بنات ويا رب يكون فيديو لطيف ظريف على قلبكم. وشكرا جدا لتفاعلكم معايا، وشكرا جدا لكل اللي بيشترك في القناه. وبس كده، وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان، واستنوني في فيديو جديد.